الكيس الثانيه. دلوقتي انا الكيس الاولى كان ليها الاسمبلي رقم 1 اللي هو الاسمبلي اللي بيقول ان انا عندي جزيره واسفلت وسايد ووك. طب الكيس الثانيه اللي هو الاسمبلي رقم 2، اللي هو الاسمبلي رقم 2 اللي هو ايه؟ اللي هو اسفلت ورصيف في النص واسفلت وسايد ووك او رصيف مشاة. فانا من الجزئيه دي حضراتكم هعمل ريجون تانية في الكوريدور. لما بحب اخلي الكوريدور بتاعي من منطقه لمنطقه ولكن على نفس الكوريدور، يعني انا عايز اضيف من هنا من الجزئيه دي الستيشن دي ستيشن كام. انا هحدد على الالاينمنت عشان احدد الستيشن دي بالظبط حضراتكم. ستيشن اوفست، بقول والله عندي الستيشن دي اهي بالظبط كده، والاوفست بتاعي 0. بيقول لي والله الستيشن دي اللي هي 300، نطلعها بره. طبعا موضوع الاستيشنات استرشادي فقط عشان تعرفوا ازاي احدد اماكن الاستيشنات، ولا انا كده، لكن انا كده كده بحددها من على اللوحه مباشره. ده الالاينمنت بتاعي حضراتكم. الستيشن 384 يبقى من 100 ل 384، وبعد كده بيبدا القطاع يتغير. يبدا القطاع يتغير لايه؟ القطاع يتغير للاسمبلي رقم 2. فانا بفتح الكوريدور بتاعي بكل بساطه، بروبرتيز، من البارامترز هنا. ده البيز لاين الاول. انا اقدر اضيف اكتر من بيز لاين للكوريدور الواحد. المقصود بالبيز لاين هو الخط الرئيسي بتاعي بتاع الاسمبلي. فانا كل بيز لاين اقدر اضيف فيه اسمبلي في مسافة ما، ولكن اسمبلي واحد. بمعنى اني انا لو كنت عايز اضيف بمعنى ان المسافة دي اللي هي الريجون اسمبلي دي المسافة رقم 1، ريجون اسمبلي 1 من 100 ل 384 اللي هي متحددة بالأزرق هنا حضراتكم، أنا ما ينفعش أضيف فيها أي اسمبلي تاني. هي خلاص في البيز لاين ده بقت مربوطة بالاسمبلي رقم 1. طيب أنا عايز أضيف مسافة تانية وأضيف باسمبلي جديد، فأنا بحدد عليها وأضيف اد ريجون. بيقول لي الريجون بتاعتك هتبقى بأنهي اسمبلي؟ بقول له لا، دي هتبقى بالاسمبلي 2، وادوس اوكي. زي ما حضراتكم شايفين عمل لي ريجون تانية وقال لي هتبدأ من فين؟ هتبدأ من نهاية الريجون الأولى. طب هتنتهي فين؟ هتنتهي في نهاية الطريق؟ لا حضراتكم، هي مش هتنتهي في نهاية الطريق، هي هتنتهي عند النقطة دي بالظبط، النقطة اللي أنا محددها بخط هنا. وأقول له والله آدي 10 متر، بدوس أوكي وأبص على التغيير بتاعي. هناخد بالنا من شوية تفاصيل عايز انوه عليها قبل ما ايه. طبعا انا لو شلت الصح من قدام الريجون بيشيل لي ايه؟ بيشيل لي الكوريدور نفسه في المنطقه دي، وادوس اوكي. حضراتكم الجزئيه دي في الكوريدور، الموديلنج بتاع الكوريدور، يعني احنا من خلال المحاضره دي بنستعرض ايه؟ كل الادفانسد او المميزات الرئيسيه في الكوريدور اللي انا اقدر اعمل بيها اي حاجه. انا كل الهدف دلوقتي اني انا اتعامل مع الطريق على وضعه، ولكن بايه؟ بكوريدور واحد. يعني انا مش مضطر ان انا اقسم كل كوريدور لكذا حاجه، لكذا اسمبلي بعروض متغيره. لا، هو اسمبلي واحد رئيسي، حتى لو العرض اتغير انا بتارجت ويتس. هلاحظ هنا حاجه مهمه جدا. لو حضراتكم شايفين الرصيف ده عرضه مش ثابت، يعني العرض هنا، نقيس حضراتكم كده عشان تبقوا مركزين معاه. ده العرض هنا اللي هي ال3 متر اللي في الايه؟ اللي في الاسمبلي بتاعي، ولكن العرض في النهايه بيوصل لكام؟ بيوصل للرقم اللي انتوا شايفينه، ان بيبقى تقريبا 60 سنتي في جزئيه الايه؟ في جزئيه السايد ووك. اذا انا هيكون عندي تارجت ويتس هنا فين؟ للسايد ووك. وبناء على التارجت ويتس بتاعت السايد ووك لازم اتارجت للاسفلت، وبناء عليه
للسايد ووك. يعني طالما في تارجت ويتس عند السايد ووك الوسطيه او الرصيف الوسطي او الجزيره الوسطيه زي ما انا بسميها ما بين حارات الاسفلت ايا كانت، الجزء ده طالما هيتارجت فيه عرضي حضراتكم العروض ثابته. فانا لما بتارجت على جزء بيحط لي الجزء اللي باقي زي ما هو. فانا لازم احترم ان لا، طالما انا تارجت على ده يبقى عرض دي هيزيد. يبقى لازم اتارجت على الحدود النهائيه بتاعه كل كوريدور. فانا كل اللي انا هعمله هنا بكل بساطه بفتح بروبرتيز الريجون دي، الريجون اللي كانت موجوده حضراتكم هفعلها تاني وارجع اعمل كل التارجتات بتاعتي. سيلكت تارجت من فين حضراتكم؟ من الريجون الثانيه وليس الاولى. الريجون الثانيه عندي اول لينك، اول لينك ده اللي هو بتاع الجزيره الوسطيه. تاني لينك بتاع الاسفلت ما فيهوش اي تغيير. تالت لينك اللي هو بتاع بتاع الرصيف اللي في النص اللي هو عرضه 3 متر، ده فيه تغيير. يبقى هعمل تارجت. فين التارجت حضراتكم؟ التارجت موجود هنا اللي هو الخط ده. لازم الخط بتاعي في التارجت يبقى عبارة عن بولي لاين تارجت زي ما حضراتكم شايفين. ادوس اوكي واشوف تأثيره على القطاع وحضراتكم هتفهموني كويس جدا. زي ما انتم شايفين هو هنا تارجت لي على الجزئية دي، ولكن عرض حارة الأسفلت بقى متغير. يعني ده الكوريدور بتاعي أصبح مش مكمل للسايد ووك ومش مكمل هنا للإيه؟ للأسفلت. يبقى لازم أتارجت للأسفلت وأتارجت للسايد ووك بتاعتي. فأنا بناء عليه هفتح التارجت تاني. أنا بعمل التارجت جزء جزء بحيث إن أنتوا تبقوا متابعين معايا. ده التارجت بتاعي إيه، اللين نفسها تارجتها. لأني أنا طبعا بعمل التارجتات دي ورا بعض طبيعي لما ببقى يعني فاهم، لكن انا عشان الشرح والكلام يبقى واضح فايه بنعمل جزء جزء ونشوف تأثيره. هنبص هنا هنلاقي كل اللي تم حضراتكم ان الكوريدور بقى مطابق للقطاع العرضي بتاعي بالظبط في الجزئية دي. هنلغي السيرفس بس عشان ما يجيش اي مزاولة. هاخد بالي ان الكوريدور في الجنب اليمين بقى مطابق، بقى عبارة عن لو انا حددت عليه جزيرة وسطية أسفلت مشكل لي الرصيف اللي في النص بالظبط بالشطفة اللي فيه دي اللي هي الجزء اللي عرضه بينقص بالأسفلت بتاعه بالسايد وول. وبناء عليه الجزء الليفت هعمله نفس النظام. يعني هفتح البارامترز اهو الريجون التانية وافتح التارجت زي ما قلنا. الجزء في الأول ما فيهوش تارجت اللين اللي هي الجزيرة الوسطية. الأسفلت الأول رقم واحد ما فيهوش. اللينك اللي هو ال3 متر ده هو اللي فيه التارجت بتارجت. مبدئيا التارجتات كلها لازم تبقى بولي لاين أو فيتشر لاين، بس احنا معظم الحاجات في العروض زي كده بيبقى التارجت بتاعي عبارة عن بولي لاين اللي هي عروض الطريق أصلا اللي موجودة على البلان. ده الاسفلت بتاعي وهتارجت برضو على السايد ووك بتاعتي احتياط. في جزئية رئيسية طبعا حضراتكم لازم تبقوا واخدين بالكم منها. هو دلوقتي انا لما تارجت اي حاجة على عروض الاسفلت، يعني مثلا لو الحارة هنا 22 متر ونص ولكن التارجت اللي انا عامل عليه بيزيد عن 22 ونص او بيقل عن 22 ونص، لا، هو في الكوريدور بيحترم التارجت. بيقول لي انت قصدك ان انت عايز الجزئيات دي كلها اسفلت، فبيحترم التارجت بتاعي. وانا بعمل موديلنج للكوريدور بتاعي هاخد بالي من شويه اجزاء. هاخد بالي ان هنا الجزئيات دي الكوريدور مش رابط على بعضه بالظبط. الاجزاء دي انا اعالجها ازاي؟
يعني انا عايز افتح بس 3 دي كده بحيث ان انتوا تبقوا متابعين معايا، وليكن الأجزاء دي، يعني اللي هو إيه الفاصل ما بين النقط. يعني إحنا لو شايفين الكوريدور هناخد بالنا إن الكوريدور هنلغي بس السيرفس الأرض الطبيعية ده. هناخد بالنا إن الكوريدور زي ما أنتم شايفين عبارة عن أسفل، جزيرة وسطية أسفلت وسايد ووك، وأوتوماتيك الجزء التاني بيبقى إيه؟ بيبقى جزيرة وسطية أسفلت ال- الجزء اللي هو 3 متر الرصيف، وبعد كده اسفلت، وبعد كده بيبدأ ايه للسايد ووك، وادي الرصيف بالشطفة بتاعته. واخدين بال حضراتكم من الموديلنج في الكوريدور نفسه؟ طبعا انا الجزئية دي ال- اللينك فيها ما بين الكوريدور هنا والجزء، يعني الكوريدور اللي هو بتاع الجزء الاول والجزء الثاني مش مظبوط قوي. يعني انا الجزئيات دي بالنسبه لي لا، هي تمشي اوكي مفيش مشكله فيها، ولكن انا بالنسبه لي مش مظبوطه. طيب لو اظهرنا السيرفس نفسه، نرجع للتوب بتاعنا. يعني انا عايز حضراتكم وانت بتعمل الموديلنج لاي كوريدور تبقى متخيل آه الشكل، هل كده سليم ولا مش سليم. انا لو اظهرت السيرفس بتاعي هيظهر لي هل الدنيا اوكي ولا مش اوكي. ده الجزء اللي انا بتكلم عليه حضراتكم. واخدين بالكم هو مكون لي هنا في الاول وفي الاخر جزء بيعلى او بيوطى على عكس الجزيرة، على عكس الواقع. هو في ارض الواقع المفروض الجزء ده مش هيبقى، يعني الجزيرة هتبقى عالية ما بين حارات الاسفلت، لكن مش هيبقى فيه الجزء ده. لكن مش هيبقى فيه الجزء ده اللي هو الجزء بتاع شايفين الجزء ازاي ده؟ هعلم لكم عليه بالقلم. شايفين الجزء ده؟ المفروض الجزء ده ما يبقاش موجود. يعني الجزء ده كده مش موجود، لازم الربط هنا والربط هنا يبقى سموث، مفيش فيه اي مشكلة. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هعدل في الموديلنج بتاع الكوريدور بتاعي، يعني هعدل في المسافات. يعني الحل بتاع الجزئية دي اني انا بعدل في المسافات. انا كنت عايز اوريكم الجزئية دي شكلها ازاي في الكوريدور نفسه. فانا كل اللي بعمله اني انا بقول والله آه، ادي البروبرتيز بتاعتي، البارامترز. بقول له والله انا هبدا الجزئيه الثانيه، الريجون الثانيه مش هبداها، هبداها مثلا من 384 مثلا بوينت 50. بدي لنفسي مسافه بحيث ان هو ما يلنكش الاتنين ببعض. هلاحظ كده ان الجزء نفسه، بداية ونهاية يعني بداية الكوريدور في الجزئية دي، هلاحظ إن لا الدنيا بقت ماشية سموث، مفيش في أي مشاكل زي ما أنتم شايفين. وكأني عملت مسافة ربط صغننة جدا، يعني 10 سنتي مثلا، مش هتفرق معايا في حاجة بس هتأثر في الموديل بتاع الكوريدور. يعني أنا هنا لو شيكت على السيرفيس بتاعي وعملت له أوبجكت فيور في الجزئية دي، المفروض بقى ان السيرفس بتاعي كده يتظبط. يعني المفروض هو السيرفس لسه برضه في الجزئية دي. عايزين نقرب اكتر بس. لسه بقى ايه، لسه في اجزاء مش مظبوطة.
افتح البروبرتيز بتاعتي تاني، يعني خليها 40. آه، هعمل حاجة تانية خالص كمان، إن الموديلنج بتاعي هيبقى كل واحد متر عشان يبقى فريكونسي أعلى. مش كل 10 متر زي ما انتم شايفين. هنلاحظ التغيير في الكوريدور دلوقتي حالا، هتحسوا إن الكوريدور زي ما انتم شايفين بالظبط. لما أنا طبقت القطاع العرضي بتاعي كل 1 متر، رسم لي شكل الموديل بالظبط. الجزئية الأخيرة دي، بصوا حضراتكم، الجزئية الأخيرة المفروض إني أنا لما بعمل موديل المفروض إن الجزء ده هيرجع شوية كمان لورا. يعني الجزء ده هيرجع فين؟ الجزء ده مثلا، كل التعديلات اللي أنا بعدلها على الكوريدور دي حضرتك هتقدر تعملها بكل سهولة. يعني أنت المفروض إن التدخل على الكوريدور بيبقى التعديلات في بنسبة كبيرة بيبقى تعديلات مانيوال. مش مانيوال بمعنى كلمة مانيوال، يعني المقصود بمانيوال هنا إني أنا يعني عايزك تبقى عارف الشكل اللي أنت شغال عليه، هل هو مظبوط وسليم 100% ولا لأ. لو أنا باصص على الكوريدور بتاعي أنا شايف كده إن الكوريدور مظبوط، ما فيش أي شيء غريب في الكوريدور بتاعي. كده أنا عملت الجزء اللي هو التاني، اللي هو جزء إيه؟ جزء حضراتكم القطاع اللي هو ده اسمبلي 1 وده اسمبلي 2. الجزء الثالث اللي هو